مدحت شلبي هيرد ويقول ايه بعد ما الكابتن اسامه حسني طلع تاشيره الكابتن محمود خطيب لامريكا؟ هنا مدحت شلبي هيرد ويقول ايه بعد الكلام اللي قاله امبارح؟ مدحت شلبي امبارح طالع يشكك ويقول ان الكابتن محمود الخطيب بيدعي المرض، طالع يشكك ويقول لك ان الكابتن محمود الخطيب ما قدرش يسافر امريكا عشان الامريكا ما طلعتش التاشيره للكابتن محمود الخطيب اللي هو يسافر مع النادي الاهلي في كاس عالم الانديه. هل ده كلام يعقل؟ فريق مشارك في كاس عالم الانديه، هل يعقل ان امريكا مش هتطلع تاشيره لرئيس النادي؟ استحاله، استحاله. دي سفيره امريكا كانت متصوره مع كابتن محمود الخطيب جوه النادي الاهلي. هل يعقل ان امريكا ترفض تدي تاشيره لرئيس نادي؟ استحاله، كلام لا يعقل. ازاي يا كابتن مدحت طالع تتهم الكابتن محمود الخطيب ان هو بيدعي المرض؟ ازاي يا راجل؟ ده انت بتقول ان هو كان صديق عمرك، بتقول ان انت دخلت بيته وكلت عيشه وملحه. يا راجل كلت عيشه وملحه وطالع تتهم الراجل بالكذب وطالع تقول ان هو بيدعي المرض؟ يا راجل حرام عليك، ده انت بالغ من العمر 81 سنه. 81 سنه يعني اكيد مريت بازمات صحيه كبيره، مريت بازمات صحيه قعدتك في السرير ونطقت الشهاده، يعني عارف يعني ايه مرض؟ ربنا ما يكتبه على حد ويشفي كل مريض. طالع تقول ان الكابتن محمود الخطيب بيدعي المرض؟ يعني هل ده كلام يعقل يا جماعه ان الكابتن محمود الخطيب محتاج ان هو يدعي ان هو مريض؟ يا راجل ده بيبقى ماشي اما بيطلع مثلا. اخر لقطه كانت الجمعه اللي فاتت لما كان رايح الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي، كان بيتسند على واقف جنبه، بيتسند على دراعه وكاميرات جايبه، بس ما ينفعش يقول كلام زي كده. الراجل تعبان فعلا، الراجل والله العظيم نفسه يقعد في البيت مع اسرته، بس هو عشان حبه للنادي الاهلي وللجماهير اللي بتقوله لا يا كابتن خليك معانا. يا راجل ده في بنت جابتها الكاميرات يوم الجمعه اللي فاتت، عامله له صوره مع كابتن صالح سليم الله يرحمه ومع الكابتن حسن حمدي، بتقول له يا كابتن الخطيب ما تسيبناش، النادي عايزك، جماهير النادي عايزاك. عرفت ليه كابتن محمود الخطيب مش جاي له قلب يسيب النادي الاهلي وجماهيره في ظل تعبه، في ظل ان الدكاتره بيقولوا له يا كابتن لا يا كابتن كفايه صحتك اهم، يقول لهم لا الجماهير عايزاني، النادي الاهلي عايزني. وتطلع انت يا مدحت يا شلبي بتشكك في كلام الراجل وتقول لا 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 ده بيدعي المرض. حرام عليك، حرام عليك، اتقي الله، حرام عليك. انت يعني متخيل الكابتن محمود الخطيب يعني محتاج ان هو يدعي المرض؟ ما لو مش عايز يكمل فادي يقول لهم يا جماعه انا مش عايز، انا خلاص. طلع تقول هو بيدعي المرض؟ يا كابتن مدحت يا شلبي انت موقفك باين من 2017 ايام كابتن محمود طاهر، انت كنت في جانب وفي صف محمود طاهر ضد الكابتن محمود الخطيب، ومع ذلك الكابتن محمود الخطيب نجح. مع كل الاحترام للكابتن محمود طاهر، الناس كلها بتحبه، بس انت يا كابتن مدحت بتحط نفسك في خانه مش بتاعتك. طالع تقول له انا بقول لك لو انت تعبان اقعد في البيت، مش بتاعتك يا كابتن مدحت اللي انت تقول له كلام زي كده، مش بتاعتك ولا ليك اي صفه. في جمعيه عموميه في النادي الاهلي هي اللي بتختار مجلس اداره النادي الاهلي، انت مالكش دعوه يا مدحت يا شلبي، انت ليس لك اي صفه. وبعدين تعالى بتقول ان النادي الاهلي في ظل محمود الخطيب في اهدار مال عام. اهدار مال عام ازاي؟ وكابتن محمود الخطيب محقق مكاسب للنادي الاهلي تقدر بملايين الملايين، وكل سنه بتتقدم الميزانيه قدام العالم كله والناس كلها بتشوفها. طب ليه ما اتكلمش عن الزمالك وسحب الارض منه؟ لان الزمالك شوف واخد الارض من امتى وما تمش عليها اي منشآت. مش معنى الكابتن محمود الخطيب ان انت طالع ضده. ليه يا راجل؟ انت بتقول دخلت بيته وكان صديق عمرك وكلت معاه عيش وملح، بقى اكلت عيش وملح وطالع تتكلم عليه كده؟ امال الغريب يتكلم يقول ايه؟ وبعدين انا عايز افهم حاجه، الناس بتسال هو كابتن محمود الخطيب محتاج ان هو يدعي كلام زي كده؟ يعني محتاج ان هو يدعي؟ الناس تقول لك ايه، اصل كابتن مدحت شلبي يا جماعه راجع من اجازه، او راجع مثلا اللي هو ما كانش بيطلع على شاشه MBC عشان ما كانش في وقت يطلعوه في ظل اكتساح ابراهيم فايق ومهيب عبد الهادي، فما فيش وقت على MBC يطلعوه، فقال لك ايه نطلعه مثلا الفتره دي، فانت طالع عشان خاطر عايز مثلا ايه تجذب مشاهدات او تتشاف. قلت لك اهاجم الكابتن محمود الخطيب عشان تتشاف؟ لا حرام عليك. لو انت عايز تجيب مشاهدات او تتشاف عشان تهاجم الكابتن محمود الخطيب، لا حرام عليك، حرام عليك، انت بالغ من العمر 81 سنه. بص ان في نهايه للحياه، في نهايه للحياه. انت كده كده كنت شغال اعلامي بقالك سنين،
حتى لو انت دلوقتي بقيتش تتشاف او مفيش مشاهدات، ما طلعش تتهم الناس بالكذب. النهارده النادي الاهلي توجه بشكوى المركز الاعلى للاعلام، للباشمهندس خالد عبد العزيز، توجه له بشكوى، قال له شوف الكابتن مدحت بيقول ايه، ما ينفعش الكلام ده. بس كده لا، وبلغ للنائب العام ان هنا في سب وقذف ضد الكابتن محمود الخطيب، بيتهم الكابتن محمود بالكذب، بيقول لك ان هو بيدعي المرض، بيدعي يعني بيكذب. لا يا كابتن مدحت مفيش الكلام ده، لا 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 لا. وتيجي بعد كده تقول لي كابتن محمود الخطيب انا ما اقصدش يتنازل. مفيش تنازل، يتنازل في ايه؟ يتنازل في ايه يا راجل؟ حرام عليك. هو كابتن محمود الخطيب صغير ان انت طلع تقول بيدعي المرض؟ يا راجل حرام عليك. طب مش معنى كابتن محمود طلع تتكلم عنه، طب ما نشوف رؤساء الانديه الثانيه، شوف الاسماعيلي، شوف المصري. مش معنى الكابتن محمود الخطيب طلع تتكلم عنده عشان تشاف، عشان تجذب مشاهدات؟ ما كنتش اتمنى ان انت تقول كلام زي كده يا كابتن مدحت الصراحه يعني. ده في ناس من الزملكاويه زعلانه على كابتن محمود الخطيب، يقول لك لا لا الراجل يدعي المرض، هو كابتن محمود الخطيب محتاج ان هو يدعي المرض؟ لا لا لا، كابتن محمود الخطيب اسمه الاسطوره، تاريخ، من اول ما هو لاعب او من اول ما هو عضو مجلس اداره، تاريخ. الناس كلها عارفه تاريخ الكابتن محمود الخطيب، مش ده اللي يدعي المرض؟ حرام عليك. وجاي تقول ما اصل امريكا ما ادتش تاشيره؟ يا راجل ده واخد التاشيره اونلاين، ما راحش اساسا، تقديرا لقيمته. رئيس النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في افريقيا، وفريق مشارك في بطوله في امريكا في كاس عالم الانديه، عايز تقول لي امريكا ما تديش تاشيره لرئيس النادي؟ يا راجل ده عم حارس، يعني يعتبر احد العمال مع كل احترام لعم حارس، واخد تاشيره امريكا. العمال اللي كانوا طالعين مع البعثه واخدين تاشيره امريكا، يعني ادي العمال تاشيره امريكا وما اديش رئيس النادي؟